السلام عليكم أصحابي الحلوين، أهلا وسهلا بكم. ازيكم عاملين ايه؟ بجد بجد وحشتوني جدا جدا جدا. يعني والله بجد أنا عارفة ان أنا متأخرة عليكم جامد خالص. يعني دخل مثلا يجي في شهر 20 يوم اهوت او شهر 10 أيام ما عملتش فيديو. بس ان شاء الله هعوضكم بكمية فيديوهات ما شاء الله، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. طبعا احنا هنعمل فكرة جميلة جدا جدا في الفيديو ده. بس خليكم معايا لآخر الفيديو، علشان كمان في مفاجأة في آخر الفيديو جميلة جدا جدا. وكمان احنا غيرنا اسم القناة. طبعا هقول لكم كل الحاجات دي بالتفصيل. غيرنا اسم القناة ليه وكل حاجة دي بالتفصيل في آخر الفيديو، بس خليكم معانا. طبعا الفكرة النهاردة اللي احنا هنعملوها هنحتاج فيها غطا البلاستيكة ده. احنا هنجدده وهنعمله فيه فكرة جميلة جدا. وهنحتاج اللي هو الفوم، اللي انا اخترت اللونين اللي هما اللون الاحمر واللون اللي هو الذهبي. ومعانا طبعا المقص والقطر والقلم برضو هنحتاجوه. طبعا الفكرة بتاعت النهاردة فكرة جميلة جدا جدا. عايزاكم تكملوا الفيديو لحد الآخر، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة، واللي لسه داخل جديد وأول مرة يشوف قناتي يحط لايك واشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد بإذن الله، ويوصل كده الفيديو لأكبر عدد ممكن، ونوصل كده يعني نتخطى كده ان شاء الله باذن الله. احنا عامله لكم والله كميه فيديوهات ما شاء الله، حاجه جميله جدا يعني. بس هعوضكم اللي هو الغياب، فتره الغياب اللي انا يعني اتاخرتها دي. بس ثواني، بس هنظبط بس الإضاءة علشان خاطر الإضاءة مش يعني أحسن حاجة. وهنرجع لكم تاني يا حبايبي بإذن الله. ورجعنا لكم بقى يا حبايبي، معلش بقى. يعني اعذرونا بقى الفيديو ده كده عبال ما نظبط حبة في الإضاءة. تمام. احنا هنعمل ايه؟ هنجيب غطا البلاستيكة كده. بصي، يعني هرش عليه كده، هظبطه يعني، همسحه فيه عليه شوية أتربة كده، هشيلهم وهظبطه وهمسحه. في خلال كده ما احنا شغالين هحكي لكم كل حاجة كل حاجة. التأخير، وأنا غيرت قناتي خليتها ايه، كل حاجة هحكيها معاكم. تمام. السبب، تعالى بس نبدأ كده في أول حاجة. سبب التأخير عليكم اللي هو أنا يعني بعد العيد جاتلي كده فترة زهق كده، مش عايزة ان انا يعني ان انا اصور اي فيديوهات، مش عايزة ان انا انزل حاجة في القناة. حاسة ان القناة يعني مش نفسيتي مش رايحة ليها احسن حاجة يعني. تمام. فانا قررت، بس كنت بصور الفيديوهات بس والله، بس مش اللي هو بقى بنتجها خالص، ولا ان انا بنزلها. بنزل على القناة. مش عايزة اعمل انا لا المونتاج ولا انزل على القناة. تمام. في فترة بقى جاتني كده بقى وقلت لا، ان شاء الله هنعمل شوية فيديوهات، حاجة جميلة جدا. وكنت مصورة شوية فيديوهات حاجة حلوة خالص. ويعني فيديوهات ما شاء الله، كمية فيديوهات ما شاء الله. إن يعني خليكم معانا كده واشتركوا في القناة، وان شاء الله القناة تكبر بكم بإذن الله ان شاء الله. انا بقى عملت يعني فترة الزهق دي جاتني بقى، فانا حبيت ان انا اتخطاها بقى. فانا يعني بعد ما تخطيتها بقى بعد فترة، قمت قلت فكرة كده، قلت لا انا لازما ان انا اغير اسم القناة. ليه؟ لان الفيديوهات اللي انا هنزلها مش لايقة مع اسم القناة. اسم القناة القديمة، الاسم القديم كان اسمه شيماء دروس وافكار وتعليم. معلش بس لو صوتي بس عامل شوية، بس كنت يعني واخدة شوية برد. تمام. كانت اسمها شيماء دروس وافكار وتعليم. تمام. وانا لقيت كل الفيديوهات اللي انا هنزلها مثلا خاصة بالاشغال، بالروتونات، بالحاجات. فقلت لا، هو فعلا الحاجة اللي انا هعملها دي يعني ابداع. فانا قلت لا، انا لازما ان انا اغير اسم القناة واخليه اسم لايق مع مع يعني المحتوى. تمام.
فانا مش هقول لكم اسم القناة كده، انا عايزاكم تتوقعوه كده، ماشي تمام. واحنا في اخر الفيديو يعني اللي توقعه صح يكتب لي في التعليقات، تمام. وان شاء الله اكتب اقول اسم اللي توقع صح، بس قبل نهاية الفيديو، تمام. اللي توقع صح ان شاء الله اقول اسمه في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله، تمام. دي يعني اول سبب او تاني سبب. تالت سبب بقى اللي هو يعني يعني ايه اللي خلاكي ان انت مثلا اغير اسم القناة؟ قلت لكم علشان تبقى لاجئ بالمحتوى. طيب ليه انت ما عملتش قناة تانية او ما فتحتيش قناة تانية وخليتي اللي مثلا يعني عملتي قناة جديدة؟ اولا لان بص انا حابه القناه دي ليه، لان انا عملتها عن طريق الصدفه، وانا اي حاجه بعملها عن طريق الصدفه بحبها قوي، بحبها جدا جدا بصراحه. وبصراحه يعني انا في فيديوهات نزلتها على القناه دي حاجه جميله جدا، فانا ما حبيتش ان انا اخسرها برضو. خلتني ان انا اغير اسم القناه، وان شاء الله نشتغل عليها ونكبرها ونخليها احسن واحسن بيكم، وانتوا اللي ان شاء الله باذن الله هتقولوا المحتوى هيعجبكم ولا ايه باذن الله. وعايزه رايكم في التعليقات وكل حاجه باذن الله، تمام. انا طبعا نظفت يعني اشرح لكم بقى وانا يعني بتكلم كده، اشرح لكم انا عملت ايه. طبعا انا عايزه اكتب حاجه على الغطا ده اللي هو مثلا هعمل طابلو او حاجه، فانا كتبت مثلا طبعت الاسم اللي انا عايزاه على ورق، تمام. وبدأت ان انا اقصه كده واحدة واحدة على الفوم. ليه؟ انا لقيت ان انا لما اكتب على الفوم من الظهرية، كنت عايزة اكتب على الفوم من الظهرية، فان انا اجي الزق الفوم هلاقيه مثلا اللي هو عامل خالص، يعني اللي هو مثلا هبقى يعني هبقى كاتباه بالمقلوب، ولقيته مش هينفع. فانا فكرت بقى ان انا هكتب على الورق، وهمسك الورق حرف حرف كده او حتة حتة كده، وهقصه يعني طباعة وكده. طبعا انا طبعت طبعا الكلمة من على الكمبيوتر، تمام. وقمت رايحة يعني طبعاه برضو بالقلم، وقلت بقى هنعمل الفوم. طبعا ده شغل جميل جدا جدا والله، يعني انا بحب شغل الفوم ده، حاجة جميلة خالص، تمام. نيجي بقى اظن دلوقتي بقى يعتبر كده اسم القناة اتعرف. هو انا حبيت ان انا اكتب اسم القناة على الغطاء البلاستيكي ده، لكنه يعني طابلو منه ان هو يكون تعليم وتطبيق حاجة حلوة كده بالفوم وحاجة مفيدة لكم، ومنه برضو انه هو يكون طابلو برضو جميل لاسم القناة يكون قدام منا على طول، حاجة تحفيزية كده بإذن الله. يعني اظن هو كده واضح خالص، وشفتني وانا بقص ازاي وعملته. انا طبعا قلت لحضراتكم ان انا حبيت ان انا اغير اسم القناة علشان خاطر يكون اسم القناة هادف للمحتوى اللي انا هقدمه باذن الله، ويكون حاجة كويسة باذن الله. لاني ما شاء الله الفيديوهات اللي انا هقدمها لكم الفترة الجاية باذن الله، بصوا فيديوهات قوية، ابداع، يعني ابداع. شيماء لما تقول ابداع يبقى ابداع، وانتوا معايا وهتشوفي باذن الله. وانا عايزه اشوف ايه رايكم بجد بجد في الفيديو ده، علشان خاطر بجد بجد هو في فيديو تحفه، فيديو تحفه. انا كنت يعني ما شاء الله وانا بعمل يعني الشغل ده، لا 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 يا جماعه، ده شغل تحفه يا جماعه، ما شاء الله. شوفوا، ونظام وحاجه جميله جدا، ولسه هنغلف وحاجه ما شاء الله. طبعا الفيديوهات اللي انا هقدمها معاكم هتبقى عبارة عن روتينات توفير. عايزاكم تتابعوا قناة عالم شيماء المبدع، علشان خاطر تعرفوا كل جديد، وكل جديد شوشو بتقدمه بإذن الله. نبدأ بقى بالأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة عالم شيماء المبدع، حاجة جميلة جدا. طبعا انتوا شفتوا انا قصيت الزين، وبدأت ان انا اظبط الاسم والزقه يعني حاجة بالمسطرة، ما شاء الله حاجة جميلة اوي.
تمام. طبعا انا لزقت طبعا كل حاجه لوحدها اهوت، وظبطت الدنيا. يا حبايبي عايزاكم تكتبوا لي لو في مثلا ميزانيه، توفير، اي حاجه، عايزاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وهنشتغل مع بعض كل حاجه. شيماء لما تقول في حاجه قويه يبقى ان شاء الله في حاجه قويه. وبكده احنا نكون خلصنا الاسم عالم شيماء المبدع، وهو فعلا ابداع. بس انا عايزاكم يعني ايه تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بإذن الله يا حبايبي. تمام. وهنعمل ان شاء الله شغل مع بعض حاجة خرافة ان شاء الله بإذن الله. طبعا برضو عايزة اقول لكم برضو ان الفوم ده مش بيتعمل مثلا منه بس اللي هو الكلام ده والقص واللزق بس، لا ده بيتعمل منه الورد كمان. انا عاملة فازة ورد عندي بالفوم جميلة جدا جدا، لدرجة ان مثلا اختي لما شافتها قالت لي لا ده انا هاخدها، خدتها هناك عندها. فان شاء الله هبقى اعمل لكم الورد ده ان شاء الله بالفوم. يعني حاجات جميلة جدا. انا هنا كده كنت ببروز يعني ايه، مش هنقوله بقى الغطا، كنت ببروز الطابلو بتاعي بقى علشان اقفله وانضفه كده واظبط شغلنا كده في الاخر كده. وانا عايزاكم بالله عليكم، انا بتعب جدا 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 في المونتاج، وبتعب جدا جدا برضو في التصوير. فيعني ايه ممكن يعني إيه لو اول مرة تشوفي قناتي او يعني مشتركة وبتتابعيني، يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك علشان خاطر يعني الفيديو يترفع ويتشاف لأكبر عدد ممكن. وإن شاء الله أقدم لكم محتوى يكون هادف بالفعل. احنا مش عايزين اللي هو ايه نعمل أي حاجة كده وخلاص، احنا بنقدم حاجة مفيدة، وإن شاء الله قناتي تكون فعلا يعني بتقدم كل ما هو مفيد. هسيبكم كده في الطابلو الجميل كده ده، تتأملوا فيه وتقولوا لي رأيكم فيه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.